طول عمري بيعجبني دماغ وتفكير المهندسين الالمان، خاصه ان لهم كده تركات فذه من نوعها، خاصه بقى ان العربيات الالماني دي طبعا ما خرجتش بره اطار تطور المهندسين الالمان، بالذات عربيات بورشه. عربيات بورشه فعلا المهندسين بتاعها يستحقوا ان يتقال عليهم مهندسين بجد. عربيات بورشه دايما بيعملوا لك العربيه موزونه بالشعرايه، عربيه فيها تقريبا كل حاجه، شكل جذاب، اداء قوي، وعربيه رياضيه، وكمان في نفس الوقت عربيه حلوه وان انت تقدر تستعملها ديلي يوز، عربيه ما فيهاش اعطال كتير، يعني حاجه ممتازه جدا. مؤمن الوزير ومعايا بورشه 718 كيمن جي تي اس موجود عند السلام اوتوموتيف، وهعرفكم النهارده على كل حاجه في العربيه دي سواء من ناحيه المواصفات وكمان الاداء بتاعها. يلا بينا نعرف 718 كيمن. قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب افكركم تعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل جديد، ولو بتتفرجوا على الفيسبوك يبقى اعملوا لايك وفولو للبيج، وكمان هتلاقوا اكونت الانستجرام بتاعي بينزل عليه اخبار العربيات اول باول. قبل ما نشوف تصميم العربيه الخارجي خلونا نشوف تصميم المفتاح بتاعها، واللي شكله انيق وشيك جدا، يعني حتى مفتاح العربيه بيجي باللون بتاع العربيه، وكمان شكله من الجنب شبه العربيه بالظبط. طبعا علامه بورشه المميزه، المفتاح طبعا فيه فتح وقفل وان انت تفتح الشنطه والكبوت بتاع العربيه، يعني شكل اصلا المفتاح لوحده فخم جدا بصراحه. نيجي نبص للشكل الخارجي للعربيه، وبصراحه تصميمها ثوري وعصري جدا جدا، عربيه شيك، تصميمها انسيابي في المجمل. العربيه على فكره كوبيه، عربيه في منتهى الجمال وببساطه. التصميم بتاع العربيه كمان على فكره العربيه دي عشان جي تي اس في اختلافات بينها وبين البورشه 718 الكيمن العاديه، ان هنلاقي عندنا هنا الفوانيس دي لونها جاي غامق، او زي ما اخواتنا في الخليج بيسموها مكحله، تمام. عندنا هنا فرونت سبليتر، عندنا الاكسدام فيه تطعيمات سوداء بيانو بلاك، شكلها رهيب جدا الحقيقه، يعني حتى برده لو كانت برده كربون فايبر كمان كان هيبقى شكلها جميل جدا. طبعا علامه بورشه مميزه في نص الكبوت، يعني العربيه اصلا تصميمها الواجهه الاماميه للعربيه رهيبه، وكمان على فكره عندنا الفوانيس بتاعتها فول ليد، الاشارات بتاعتها دي هنا على فكره برده في دي ار ال وهنا دي ار ال كمان. العربيه يعني مش عارف اقول لكم الواجهه الاماميه شكلها انسيابي بطريقه رهيبه، مفيش اي خطوط عنيفه او حاده قوي، غير ما عندنا من اول من هنا كده، من اول الاكسدام من هنا طالع خط جاي بالرفرف، فشكله رهيب. وعندنا طبعا هنا الرشاشات بتاعت اللي بتنظف الفوانيس، وعندنا هنا دي فتحات حقيقيه، يعني مرات هواء حقيقيه. يعني العربيه في مجمل التصميم الامامي بتاعها رهيب جدا يعني ولا كلمه. تعالوا نبص برضو على جنب العربيه. طبعا التصميم بتاع العربيه عشان العربيه دي كوبيه، السقف منخفض جدا، عربيه يعني الجنب كمان بيوحي لك بالرياضيه بحته في العربيه دي، السقف واطي جدا، العربيه شكلها من الجنب هادي، مفيش يعني حاجات حاده او عنيفه قوي عشان يبقى في تصادم مع الهواء، يعني الايروداينامكس هم مركزين فيها قوي. وعندنا الحته دي من الاخر بتاعت العربيه كده، من اول الجزء ده من ورا الباب، الحته دي كانت تحسها منفخه شويه، فمديها العربيه برده منظر شيك. كمان عندنا المرايات بتاعت العربيه طبعا كربون فايبر، اوكر كربون فايبر. وعندنا هنا دي فتحه هواء حقيقيه، ممرات هواء حقيقيه للموتور، عشان موتور العربيه دي مش رير انجن زي عربيات بورشه، لا هو ميد انجن موجود في نص العربيه. وطبعا عندنا في تريكايه كده بسيطه بس هي يعني عجباني بصراحه، الاوكرا بتاعت العربيه دي ما بتفتحش لما بتيجي تشدها، ما بتشدهاش لبره كده زي باقي العربيات، لا هي بترفع معاك سنه لفوق زي ما انتم شايفين كده، بتترفع سنه لفوق. طبعا الباب فريمليس، يعني حاجه رهيبه. الباب على فكره بتاع العربيه يعني طويل، القعده فيها يعني ممتعه. وكمان عندنا جنوط قدام وورا مقاس 20، ولكن الجنوط اللي ورا او الكاوتش اللي ورا قياسه اعرض شويه من الكاوتش اللي قدام. ظهر العربيه بقى يتقال فيه اشعار الحقيقه. تصميم العربيه كلها بشكل عام يعني متناسق جدا جدا. في عربيات دايما بنلاقي مثلا وش العربيه مش متناسق مع ظهر العربيه، او مجمل التصميم مش ماشي مع بعض قوي، يعني ممكن وش العربيه احلى من ظهرها. العربيه دي كل حته فيها وكل تفصيله فيها جميله جدا وشكلها رهيب. وش العربيه متناسق جدا مع الظهر بتاع العربيه، ايحاء بالرياضيه يعني فوق، يعني عالي جدا 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 زي ما احنا متعودين دايما من بورشه. العربيه دي عندنا طبعا الظهر بتاعها يعني انسيابي، تمام. عندنا هنا الرير ديفيوزر شكله جميل بالبيانو بلاك، هنا الدول اكزوست في النص بتاع العربيه. انا مش عارف ليه في ناس حابه ان الاكزوست يبقى على اليمين وعلى الشمال، يعني في ناس ده كان نازل في العربيه اللي هي ال 4000 سي سي، انما دي الاكزوست بتاعها موجود في النص، وشكله انا شايف ان هو شكله مميز. يعني كل العربيات بنلاقيها موجوده على اليمين وعلى الشمال، فاهمني، انما دي في النص فشكله جميل جدا، وانا شايف ان شكله حلو وعجبني انا شخصيا. كلمه بورشه طبعا باللون الاسود ده الرير وينج الستوك بتاع العربيه كربون فايبر، بس هو عامه هو بيطلع وينزل مع، يعني انت عادي ممكن تتحكم فيه، ممكن انت تقفله زي ما احنا قافلينه دلوقتي، وممكن انت كمان تفتحه، ولكن هو كده كده بيفتح اوتوماتيك بعد سرعه ال 120 كيلومتر لازم بيفتح، عشان طبعا الداون فورس والكلام ده كله. نيجي للرير وينج كربون فايبر الضخم ده مش بتاع العربيه، ده راكب تعديل فيها، هو ده اصلا بتاع الكيمن ال 718 كيمن، ولكن الجي
تي 4 ار اس، مش بتاع الجي تي اس العاديه اللي معانا دي. تصميم العربيه بقى الداخلي ما بيهزرش، رياضيه بحته. انت قاعد اصلا قاعده رياضيه جدا جدا جدا، تمام؟ قاعد حاسس ان كل حاجه قريبه منك. العربيه في مجمل التصميم من جوه يعني ولا كلمه بصراحه، ما شاء الله تحفه. يعني الصانع الالماني فعلا بالذات، خاصه بورشه او بالذات الالمان، بيبقى دايما بيعرفوا يوزنوا المعادله. يعني هو يعمل لك العربيه ماشيه من بره مع يعني ماشيه شكلها من بره ماشي مع شكلها من جوه، فدي نقطه تتحسب بجد للالمان. طيب العربيه طبعا مش محتاج احكي لكم جوده الخامات عامله ازاي، يعني انت بتلمس كل حاجه، يا الكنتاره يا جلد، تمام؟ يعني عندنا الطاره دي الكنتاره، السقف كله ده كده الكنتاره، تمام؟ طبعا الكراسي دي تنجيدها فخم جدا جدا، الكنتاره طبعا في الجلد، وكمان مطعمه بكلمه الجي تي اس. هتظهر لكم دلوقتي كلمه جي تي اس مطرزه باللون الاحمر، وطبعا الكرسي ذات نفسه متخيط باللون الاحمر. طبعا بس حابب يعني اوضح لكم نقطه، وهي ان الكراسي بتاعت العربيه دي مش كهرباء. طب هتقول لي ازاي عربيه زي دي مش عربيه كهرباء؟ هقول لك ليه. لان العربيات الرياضيه دي الكراسي الكهرباء عامه بيبقى وزنها تقيل الى حد ما، فالعربيات الرياضيه دي واهم حاجه عندك مش الراحه قوي، اكتر ما احنا بنركز على قوه الاداء. فقوه الاداء طبعا احنا هنحط كرسي بوزن تقيل فهيأثر معانا على الاداء، دي طبعا حاجه بتفرق جدا جدا في العربيات دي. طبعا احنا قاعدين يعني مش محتاجه لو طاره، الكنتاره بدل شيفترز كبار شكلهم حلو جدا. عندنا العدادات دي بقى، العدادات دي برقم لوحدها، العدادات دي عدادات الجي تي اس اللون الاحمر برقم. اللي عندنا هنا مفتاح بتاع العربيه على فكره في الشمال مش في اليمين، طبعا لو حد عارف ليه فده بسبب في اللومان، في سباق اللومان المشهور، ان السواقين او قالوا شركه بورشه قالوا ان هو المفتاح لما بيبقى في اليمين فكان بيعوق السواق او بيأخره على ما هو يبدا يدور العربيه، غير لما يبقى في الشمال فهو بيركب وبيدور على العربيه بايده الثانيه. احنا نفتح الكونتاك، طبعا العربيه انت راكب رهيبه. مفتاح التحكم في النور، عندنا الباب هنا يعني الباب طبعا برضو جلد الكنتاره ده كده حاجه شبه الكربون فايبر او الكربون فايبر برضو، يعني ايه حاجه تحفه جدا. مقبض الباب ذات نفسه شكله رهيب وفتحته شكلها جامد جدا. الباب طبعا 2 ازاز كهرباء، مرايات كهرباء، تحكم كهرباء، وضم كمان كهرباء. عندنا هنا جيب تخزين يعني بيفتح كده ويقفل معانا شكله حلو. وعندنا في العتب كلمه جي تي اس رهيبه، يعني انت كلمه كيمن جي تي اس شكل العربيه شكلها رهيب بصراحه. عندنا هنا دي شاشه المعلوماتيه اللي موجوده في العربيه، بس هي مش يعني هي مش احدث حاجه موجوده عند بورشه، ولكن هي يعني هتقضي الغرض يعني وخلاص، يعني ده اللي انا شايفه. العربيه ذات نفسها انت مفيش حاجه يعني هتحس انها ناقصه في قصدي في الشاشه دي. طب انت تقول مثلا راكب عربيه زي دي، ازاي العربيه زي دي ما فيهاش كاب هولدرز؟ طبعا الحاجه دي ما تفوتش على بورشه. نضغط هنا كاب هولدرز اهو، ادي كاب هولدر، وادي التاني بعد ما بيفتحوا تقفل دي مع كاب هولدرز، يعني حتى اصلا شكلهم لوحده يعني يتقال في شعر برضه، تمام؟ مش خلصت هتقوم لامم الكاب هولدرز بتاعتك تاني اهو اهو. طبعا التابلو بتاع العربيه مساحته حلوه جدا، في مدخل يو اس بي جوه على فكره، مساحته على فكره حلوه قوي على العربيه اقتصاديه، عربيه قصدي رياضيه. الفتيس بتاع العربيه جبار يعني يا جماعه، مش قادر احكي لكم العربيه ما شاء الله جميله ازاي من جوه. القطعه دي كلها كده جميله. هنا طبعا ده جلد فتحات التكييف المميزه بتاعت بورشه، والساعه مميزه قوي بتاعت بورشه، يعني الساعه دي عجباني قوي يعني نفسي كده اخدها والبسها في ايدي بس مش هينفع للاسف. عندنا هنا دي الطفايه بتاعت العربيه وولاعه كمان، وفي هنا ده مسند مكتوب عليه بورشه برضو بالالكنتاره فجميل جدا. عندنا برضو هنا طبعا جلد، الشماسه دي جلد، وطبعا مرايه وفيها اضاءه ف يعني جميله. هنا تحكم في النور الداخلي، الباركنج سنسور. عندنا هنا طبعا بقى نرجع للجزء ده تاني، شاشه وسطيه، ده التحكم والشورت كاتس بتاعت الراديو والميديا. تحت هنا الجزء ده كده مربع ده كده بتاع التكييف. الفتيس بتاع العربيه فتيس بي دي كي، المهم طبعا نتكلم عن الفتيس ده بعدين. هنا طبعا اللوك بتاع العربيه، الانتظار، وهنا من اليمين بقى كده هنا الزرار ده اللي بيفتح الرير وينج وبيقفله، ومن هنا ده اللي بيفتح الفالفز وبيقفلها بتاعه الفالفات بتاعه الاكزوست، ومن هنا كمان عندنا الاوتو هولد. من الناحيه الثانيه عندنا الزرار ده بينشف وبيطري العفشه بتاعه العربيه، ومن هنا الزرار اللي بيقفل التراكشن كنترول. حاجه رهيبه. هنا طبعا بس عشان انا فوتت الحته دي، الجزء ده اللي بيتحكم معاك في الوضعيات بتاعه السواقه بتاعه العربيه. من هنا ده الجزء بتاع برضو بيتحكم معاك في الميديا والكلام ده كله، ولكن في الشاشه اللي قدامك هنا، لان احنا عندنا الشاشه اللي على اليمين خالص دي اللي بتلاقي فيها النافيجيشن وبتلاقي فيها شويه الفانكشنز اللي انت
محتاجها وانت سايق. وهنا طبعا عندنا مثبت سرعه، وزي ما قلنا بادل شيفترز، وطبعا عداد نور وعداد المساحات، وبس شكرا على كده. انت مش محتاج حاجه تاني اكتر من كده بصراحه في العربيه دي. تعالوا بقى نشوف الاداء بتاع العربيه دي عامل ازاي. طيب اولا كده الموتور بتاع العربيه دي هو موتور ميد انجن مش رير انجن زي اختها اللي اكبر منها اللي هي ال 911. طيب العربيه دي بقى ليه عليها جدل كبير كده؟ اولا العربيه دي بموتور 4 سلندر فلات توين تربو 2.5 لتر. طب الموتور ال 2.5 لتر ده بيطلع لي ارقام قد ايه؟ الموتور ده بيطلع 365 حصان على 6100 لفه في الدقيقه، ولكن بيرمي معانا التورك او العزم بتاعه كله ب 435 نيوتن لكل متر، اول 2200 لفه في الدقيقه وانت طالع بقى ما تعدش. فالعربيه كده كده الموتور حاضر معاك في ار بي ام واطي، يعني هتديك العزم والتورك كله من ار بي ام واطي وانت طالع، قبل بقى ما تجيب معاك الاحصنه على ار بي ام عالي فوق. ودي كده نقطه الجدل. انا مش عارف ليه الناس يعني شايفه ان العربيه دي عشان هي عربيه 4 سلندر ليه عربيه مهمشه كده وكخه. لا، العربيه على فكره ادائها جميل جدا جدا، وده بشهاده اونرز للعربيه دي، يعني مش كلامي انا. يعني طبعا العربيه بالتميز ده محتاجه فتيس متميز معاها عشان يبقى في اندماج او تناغم بين اداء الموتور ده واداء الفتيس ده عشان يعرف يطلع لنا ارقام حلوه واداء حلو على الطريق. طيب العربيه دي فيها فتيس بورشه الشهير الفتيس البي دي كي. الفتيس البي دي كي ده اللي موجود في العربيه هو فتيس 7 نقلات. الفتيس البي دي كي ده برده معلومات كده بسيطه عنه ان هو فتيس دويل كلاتش، ولكن دويل كلاتش متطور بتاع بورشه، يعني هو الفتيس بتاع بورشه دويل كلاتش اسمه بي دي كي. فتيس اداؤه رهيب ناعم جدا. الفتيس نقلاته مش يعني نقلاته سريعه جدا ولكن نفسها طويل، بنتكلم في 7 نقلات، فالعربيه يعني بتديك اداء قوي جدا، قوي جدا على الطريق. طيب تسارع الوحش ده بقى من الثبات لل 100 كيلو في خلال 4 ثواني وجزء من الثانيه. طبعا رقم رهيب جدا على العربيه دي ورقم حلو قوي. على فكره العربيه وزنها الى حد ما خفيف مع الموتور بتاع العربيه اللي بيرمي لك ارقام حلوه، فالعربيه بتطلع اداء ممتاز جدا على الطريق. اما بالنسبه للسرعه القصوى في العربيه دي فهي 290 كيلو متر في الساعه، دي محدده الكترونيا. وبالنسبه لاستهلاك الوقود للعربيه دي 8.1 لتر لكل 100 كيلو، استهلاك ممتاز جدا على عربيه رياضيه بالاداء ده. بالنسبه للعفشه الخلفيه او نظام التعليق في العربيه دي، يبقى العفشه الاماميه عفشه اندبندنت، عفشه يعني منفصله عشان كل عجله ليها حره التكيف مع الطريق اللي العربيه ماشيه عليه. وكمان العفشه الخلفيه من نوع ماكفيرسون، زي ما احنا قلنا ان الموتور ميد انجن مش قدام. وطبعا على فكره توزيع الوزن في العربيه دي رهيب جدا. زي ما قلنا خليكم فاكرين ان احنا دايما بنتكلم على عربيه بورشه، فالمهندسين بتوعها بالشعرايه. العربيه دي التوزيع الوزن بتاعها ورا وقدام 50-50، يعني 50% قدام 50% ورا، فتوزيع وزن رهيب. ده بيخلي العربيه دي ثابته جدا جدا، خاصه ان الموتور بتاع العربيه ميد انجن. فانت الموتور بتاع العربيه يعني من قدام لما بيبقى الموتور قدام ساعات العربيه ممكن ما تبقاش موزونه في الملفات قوي، لكن العربيه زي دي تلاقيها طبعا موزونه جدا في الملفات. بالنسبه لنقطه الامان في العربيه دي، فالحقيقه انا ما لقيتلهاش اختبارات امان على اليورو انكاب، ولكن اعتقد يعني ان العربيه دي الريت بتاعها مش هيقل عن 4 أو 5 نجوم من 5. طبعا العربيه مش محتاج اقول لك انها غرقانه اير باجز، غرقانه اوبشنز في الامان رهيبه، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، طبعا تراكشن كنترول. العربيه فيها كل حاجه انت محتاجها من ناحيه الامان. انا مش هقعد اتكلم فيها لان احنا بنتكلم في عربيه بريميوم من صانع عربيات بريميوم رهيب، وصانع متميز كمان عربيه بورشه بالذات. فطبعا العربيه من ناحيه الامان ما تقلقش، اشتريها على ضمانتي. طيب العربيه اللذيذه دي بقى جايه تنافس مين؟ العربيه دي طبعا منافس شرس جدا بي ام دبليو زد 4، طبعا تويوتا سوبرا ام كي 5، كمان عندنا الشيفروليه كورفيت، وكمان الفورد موستنج. العربيات بتنافس عربيات كتير قوي في الفئه دي، ولكن طبعا القلب يميل للبورشه. انا عن نفسي هختار بورشه وانا مغمض عيني. بالنسبه لتقييم العربيه دي بحياديه، فتقييم العربيه دي طبعا الشكل الخارجي اداها 5 من 5. العربيه رهيبه جدا، تصميمها عصري وثوري جدا. على فكره العربيه دي موديل 2020، ولكن يعني احنا دلوقتي في 2023، ولكن العربيه دي بصراحه لسه برده حلوه وشكلها مناسب للسنه دي. بالنسبه للشكل الداخلي العربيه برده 5 من 5. العربيه فيها كل حاجه انت محتاجها من جوه، شكلها متناسق جدا مع الشكل الخارجي، وكمان شكلها رياضي في نفس الوقت، وكمان طبعا احساس بالرفاهيه وانت راكب جوه، وجوده الخامات العاليه جدا اللي موجوده فيها. بالنسبه لناحيه الاداء فهنديها مثلا 4 من 5، لان انا شايف ان كان ممكن يطلعوا ارقام اعلى من الارقام دي اللي موجوده في الموتور ده وجهه نظري يعني. ولكن برده من ناحيه الاداء فالاداء بتاع العربيه ولا كلمه، رهيب. بالنسبه لتقييم من ناحيه الامان في العربيه دي فاديها 5 من 5. واخيرا كان معانا النهارده بورشه 718
18 كيمن جي تي اس، وكان معاكم مؤمن الوزير. طبعا اتمنى ان انتوا تكونوا طبعا استمتعتوا بالعربيه دي زي ما انا استمتعت بيها. انا بصراحه عن نفسي اخدها معايا وانا مروح، يعني مش قادر امشي واسيبها. يعني العربيه دي زي ما قلنا هي تصميم الماني وهندسه المانيه رهيبه من شركه بورشه، يعني حاجه قيمه جدا جدا جدا. عربيه رياضيه تقدر تستعملها ديلي يوز برضه في نفس الوقت كشاب، يعني تقدر انت تستعملها، وكمان برضه تقدر تستعملها ككروزنج. العربيه بصراحه مش ناقصها اي حاجه، العربيه فيها كل حاجه انت ممكن تتخيلها. ولو عايزين تبصوا على العربيه دي او تشوفوها هي وغيرها من العربيات الثانيه البريميوم هتلاقيها موجوده عند السلام اوتوموتيف. هسيب لكم طبعا الارقام هتظهر لكم في الشاشه، وطبعا هيظهر لكم تحت في الديسكربشن العنوان بتاعهم وكمان الارقام بتاعتهم. كان معاكم مؤمن الوزير، اشوفكم في الفيديو الجاي على خير.